تعالوا اليوم يا شباب نسوي عصير موز بالحليب. دائما كانوا المتابعين ينصحوني لما نسوي عصير يقولون جيبوا حليب وحطه بدال الماء راح يكون افضل واطيب. قررت اجرب هذا الشيء ونشوف النتيجه شلون راح تطلع. جبت حليب خالي الدسم على مود يعني تدرون صحه ودايتو هاي السوالف. وانا دائما لما اسوي عصاير نادر ما اضيف شكر لان ما احب السكريات. بديت اقشر الموز واسوي على قطع دوائر حتى يسهل بالخلاط. بعدها جبت هم موزه ثانيه وموزه ثالثه على مود تضخيم وكذا تدرون نريد نعب حديد بعد من اغادي. طبقت الخلاط وخلطته النوب رجعت. فتحت القالب هذا مال ثلج كلش طيب ويعني سعره رخيص ب4 دينار. المهم نظفت الميز حتى يكون المكان نظيف وبديت اضيف الحليب وصراحة شكله كان كلش طيب ومغري. هسه خلينا نجرب الحليب ونعطيكم رأينا. طبعا هسه كمل العصير. ما حطيت شكر صراحة، ما احب الشكر الهواية. هسه راح نجربه ونعطيكم رأينا. 10 من 10 صراحة، ما بي سكر بس طيب كلش.